ما كتجيكش المريقه معلكه ولذيذه ديال الدجاج بالزيتون. خدي هاد الوصفه وغادي تشكريني عليها. كتاخدي الدجاج على حسب النوعيه ديال افراد الاسره. خديت انا هنا نص دجاجه صغيره، ضفت عليها معلقه كبيره ديال الزيت البلديه وشويه ديال الزيت النباتيه، تقريبا واحد 3 المعالق كبار. درت الملحه ما كثرتش حيت عندي معلقه صغيره السمن، والحامض مصير نص حامضه، وشويه ديال الثومه والقزبر المعدنوس مقردين رقيق من المعدنوس غلاب. العطريه هنا درت الخرقوم سكنجبير والبزار، معلقه صغيره من الحاجه. هنايا حاولت ندير واحد 4 كاس ديال الماء باش هذيك العطريه ما كتلصقليش، وتنخليها الدجاج كندخل فيه داك الشرموله اللي درت العطريه وداك القزبور وداك المحامض وداك الشيء اللي شاركت معاكم على نار مهيله باش داك الدجاج تيتشرب مزيان. هنا كتشوفوا الشرموله تتبقى تشرب ليكم، كتزيدوا بشويه بشويه الماء، غير واحد 4 كاس ديال الماء حتى كتحسوا بالدجاج ديالكم تشرب مزيان. عاد كتزيدوا له واحد بصله كبيره ولا 2 بصلات متوسطين في الحجم ديالهم موين، كتضيفوهم كديروا شلاض اسمحوا لي البصله مشلضه رقيقه من الاحسن. كتحاولوا ديها وتجيبوها في الكوكوت باش ما تلصقش ليكم وتشرب مزيان تقريبا 10 ديال الدقائق باش داك البصله تتهبط. وكناخذوا كاس كبير عامر بالماء، ما كنغطيش الدجاجه، كندير غير بحال اللي غير النص ديال كيقيس النص ديال الدجاجه، نص واحد الكاس كبير عامر. وكان نديها ونجيبها وكنغلق عليها البوطه، كنخليها طيب تقريبا 20 دقيقه ماشي اكثر، ولا غير 15 دقيقه حيت الدجاج دغيا تيطيب. وإلا من الاحسن ما تسدوش عليه. وكتضيفوا هنايا الزيتون الخضر ولا الاحمر بعد ما كتكونوا غسلتوه مزيان من الملحه. ضروري البنات غسلوه مزيان من الملحه، عاد ضيفوه على هذيك المريقه ديالكم وخليوا المريقه ديالكم تعقد وتجيكم واقفه. هنايا خديت الدجاج ديالي بعد ما درت الفران يسخن ودهنته بزبيده. الا ما كانش الزبده متوفره كدهنوه بشويه ديال السمينه ولا كدهنوه بشويه ديال الزويته روميه. صافي غادي ندخلو هنا الفران ديالي بعد ما كيكون عندي الحراره ديالو مرتفعه، وكنديرو على الجهه الفوقانيه اللي كيكون مواجه للعافيه باش ما كينشف لياش الدجاج ودغيا دغيا تيتحمر ليا. كنخرج الدجاج ديالي، كنكون هنا وجدت الفريت، كتكون عندي باقا سخونه القليه التاليه والمريقه واقفه ومعلكه غزيوله. صافي هنا كنشد داك الدجاج كنحطو ندريسي المهم الطبيصل ديالي هذا الغديوه على قد الحال كيجي غزال. اللي كيعجبو هاد الطبق يكتب لي في الكومونتير. الصراحه عندي هذا هو احسن طبق. كنتمنى لكم فرشه ممتعه.